Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love. بداية مبروك التخرج. تعرفنا عن حالك وتحكي لنا شو تخصصك؟ اسمي محمد النباني، تخصصت إدارة أعمال من كلية التجارة والاقتصاد. أنا بيان مصطفى ديك من قرية الساوي، تخصصي لغة إنجليزية. أنا نبهان أبو زايد، تخصص محاسبة. تخصص محاسبة. ولاء عطوان فاينانس. لجين حسن ماركتينج. تخصصي إذاعة وتلفزيون. تخصص على المجتمع. هل تدربت في مؤسسات بمجال تخصصك ولا لسه ما؟ نعم، تدربت بشركة بريكو بمجال التسويق يعني، وهلا كمان صححت لي فرصة برا البلد، فكله تمام الحمد لله. دربتي بمؤسسات بمجال تخصصك مسبقا ولا لسه لا؟ لا لسه. طب شو السبب؟ ما في وقت يعني، إنه كنت بس بالدراسة يعني 4 سنين دراسة ما تدربت خلالهم يعني. لا والله أنا التدريب ما كانش فيه له وقت يعني كافي، فاضطريت إني أجله لبعد الدراسة الجامعية. أنا لا ما تدربتش، بس اشتغلت على طول. أنا تخرجت الفصل الأول واشتغلت وهيني رجعت أتخرج. كنت أتدرب في بالميديا، تدربت في رايا، وتدربت في مزاج FM، وتدربت في بيادارة كمان. تدربت بأكثر من مؤسسة في مجال دراستي وغير مجال دراستي كمان، يعني نوعت إنه أخذ خبرة من كل المجالات. للأسف يعني مجال التخصص يعني ما تدربناش بأي مؤسسة. صراحة بلشنا نشوف من العيلة مين بيعرف ومين بيعرفش، يعني ما أنت عارف البلد يعني بدها واسطات. هلا كمان في نوع المعارف، إذا ما عندك معارف ممكن يسهلوا لك إنه تاخذي تتدربي لوقت أطول. والله أنا بصراحة بس خلصت يعني اشتغلت عند خالي بمكتب تأمين، بعدين صرت أوزع بالسي هون وهون وهون، فحلفنا الحظ وتوظفت ببنك القدس. يعني الشباب كلها مش لازم تقلق عن العمل، بس بتصور أنا كنت يعني أحسن حظ من غيري، لأنه العمل الحمد لله كان فيه موجود يعني. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. تدربت بشركة تأمين، هذا الإشي بخص مجالي، وأنا برضه اشتغلت بأكثر من شركة إنه برواتب يعني، بس كان إشي بسيط أما بفيد. بدي أدور على شغل، بدي أقدم الCV لأكثر من محل، لأكثر من مؤسسة إعلامية. يعني ما عندك شغل جاهز، لسه بدك تطلعي وتدوري؟ ما عندي، لا ما في شغل جاهز. يعني قدمت أنا عدة مقابلات، بس أنا أهلي بالإمارات وقدمت هناك، ويعني إن شاء الله جاهز. إن شاء الله يعني إن شاء الله أتوظف. يعني فيش عمل جاهز؟ فيش عمل جاهز لسه. نطلع وندور ونلف، ويمكن يقعد لنا سنة سنتين 3 واحنا لسه مش لاقيين شغل. هل بتلاقي إنه الجامعة في عندها ناحية الإرشاد للطالب لتسويق نفسه بعد التخرج؟ هلا بالنسبة للإرشاد داخل الجامعة إنه كيف الطالب يسوق نفسه، هذا الشيء بيرجع لموضوع التخصص. هلا في تخصصات مرغوبة أو في إمكانية إنه الطالب يسوق حاله خارج الجامعة، وفي تخصصات للأسف موجودة بالجامعة فقط بس إنه تحمل شهادة مش أكثر. إحنا خصوصا بالتجارة أكيد، لأنه في عندنا وحدة تدريب وتوظيف، فبدعمونا كثير، وفي كثير شركات اتصلت علي أخذت السي في تاعي من الجامعة. أنا بالنسبة لي لأساتذتي كانوا عملوا معي جهد كبير في إنهم يوجهونا ويفرجونا كيف نتوجه لسوق العمل. هلا كمان مش بس الأساتذة، في الPR في الجامعة بتنزل دائما ويب سايت تعطينا الأماكن اللي ممكن كيف نلاقي منها وظيفة. أنا يعني من حسب معرفتي بعرف إنه فيش.